بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزية سورة حسم. رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. اليوم من الصباح أصبحنا لقينا الإذاعة والتلفزيون نغمة تولول بقول الجيش استلم الإذاعة وانتصر، ومالين الميديا. والجيش طبعا عمره ما انتصر في معركة من لمدة سنة. لمدة سنة الأشاوس مقدمين، وسنة الأشاوس كل يوم بحرروا منطقة، والأشاوس كل يوم فرحانين. الأشاوس ما متعودين على الانسحاب التكتيكي ولا متعودين على الهزائم. عشان كده اليوم نشوف الأشاوس يعني معتبرين نفسهم هم اليوم يعني انتصروا عليهم وكده، لأنهم متعودين على الهزائم. لكن نقول لكم الجاهزية، الحرب كر وفر. الانسحاب اللي حصل امبارح أو التكتيك الحاصل ده معناته خلاص هزيمة. الجيش عمره ما انتصر في معركة، والجيش ما حينتصر في معركة. مدرمان دي الإذاعة الآن اللي قال استلمها دي، حتى الآن الجيش ما طلع يعني بيان رسمي، أو كمان الإعلاميين صوروا أو الجيش صور قدام الإذاعة. حتى لو صوروا الإذاعة ما حيتهنوا بها يوم ولا يومين، لأنه الانسحاب الحاصل كانت مجرد يعني بس من الضرب من المسيرات، والمسيرات عمرها ما حزمت معركة. والجيش دائما نازح، الجيش نازح. حتى الآن القيادات بتاعت الجيش قيادات نازحة. عندك البرهان حاليا في السودان عامة، البرهان اللي هو لحاله، البرهان نازح، أولاده في بلد وهو في بلد، وياسر الأصل كذلك هو في بلد وأولاده في بلد، وناس نازحين. القيادات كلها بتاعت الجيش نازحين، قيادة نازحة. وحاليا اللي بيسموها إن حكومة الأمر الواقع في بلدان الحكومة دي حكومة نازحين. الجيش ما انتصر في معركة واحدة، لأنه الإذاعة والتلفزيون من بداية الحرب الأشاوس دي قاعدين فيها. يعني حتى السنة الأشاوس دي مزحوا من الإذاعة دي. يعني من 2019 الإذاعة دي الجيش دعم السريدة فيها. يعني أول لو موعي باعتباره حرروه أو استلموه، يا هو لو فرضنا استلموه هو الإذاعة. هل ده انتصار للجيش؟ ما انتصار. هل الإذاعة مهمة يعني؟ طبعا أنا أقول إذاعة والتلفزيون هو مبنى فاضي. هل تزول فيه بيان اليوم بكرة؟ لا، ما بتزول، لأنه مبنى. أين المواقع الاستراتيجية بتاعتكم كلها، ومخازنكم وبتاعت الأسلحة ومصانعكم بتاعت الأسلحة والحاجات دي كلها وين ما دارين تردوها؟ والإذاعة ما الإذاعة نحن حنستلمها تاني بإذن الله، بنرجع نستلمها. والدورة ده ما دارين نستلم الإذاعة وبس، لا، عندنا مفاجأة عليكم بطريقة تانية. وبإذن الله المفاجأة يعني تكون مفاجأة حلوة لكم. وفي رمضان ده زي ما قال ياسر كاسات ما داير هدنة، يعني احنا ذاتنا الحاجة اللي قالها ياسر كاسات احنا بنصفق له، نقول لك كون انت قلت ما داير هدنة ده بالنسبة لنا احنا كويسة جدا. لأنه المتك بيكون يعني متك نظيف، ويعني بيكون مشروب، عشان ما بعدين واحد يقول احنا نازل جو واخترقوا الهدنة وكده. لا، انت البديت وقلت ما داير هدنة. الأشاوس ذاتهم باركين الفكرة دي، ومن أول دايرينك تقول الكلام ده. والآن جيتنا في الشرف وجيتنا في الحاجة اللي دايرنا احنا. الأشاوس بإذن الله حيفاجئوك بمفاجأة يعني كويسة جدا. وأنا أقول الأشاوس يعني قدام بس، وما بوصوكم، لأنه انتوا عارفين الناس دي لو انسحبت انسحاب تكتيكي بقول لك ان احنا استلمناهم حمرتين والناس دي. ياسر كاسات دار عميلة قال الناس تنسحب من الجنينة ومن الضيين ومن كده ومن الخرطوم ومن الجزيرة. وشيف الناس دي لو انسحبت انسحاب ياسر كاسات، نحن اليوم دارين ننسحب وتعالوا استلم. بعد يجي يستلم ويقول لك لا نحن استلمناه حمرتين الله أكبر ونحن دقيناهم. لكن وين؟ بل متك فجر، لا رحمة. جاهزية سر حزم، ما بوصوكم. شايفين الحرب دي
رسالة أخيرة للجاهزية، ما كل واحد يتكلم كلمتين تدقوا ذخيرة في الهواء عارفين الذخيرة عندنا متوفرة لمدة 15 20 سنة يمكن، لكن ده ما معناته خلاص تهدر الذخيرة. سلاحك استلمه، خليك مرتبك الحربي حافظ عليه، والطلقة دي في الهواء ما تضربها، ساكن ما تضربها. هدفك أهم شيء، الهدف تضرب في هدفك، ما تضرب ذخيرتك في الهواء ولا تبشر بها ولا كده. شايفين الناس دي اليوم بيتكلموا بالميديا لكن ما ضربوا ذخيرها في الهواء ساكن. لا، الجاهزية ما بوصوكم متك، والبل زي ما قال السيد الغايد طاقة يكون طاق نظيف. بل تحياتي.